يوفنتوس نادي من اكبر الانديه اللي جت في تاريخ اوروبا، وفاز باكتر من 70 بطوله، وهو اكتر فريق فاز بالدوري الايطالي. بس في دوري الابطال الموضوع بيبقى مختلف، الفريق بيعمل كل حاجه في البطوله وبيوصل للنهائي، بس للاسف بيخسروا 5 نهائيات متتاليه الفريق بيخسرهم، وكل نهائي بيبقى بسيناريو مختلف عن التاني. مره يخسروا بضربات الجزاء، ومره يخسروا بهدف واحد، ومره يخسروا بفرق كبير. هنتكلم النهارده عن لعنه خساره يوفنتوس لنهائيات دوري الابطال. يلا بينا. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا نصار. البداية كانت في موسم 95-96، الموسم اللي يوفنتوس يقدر يفوز فيه بدوري ابطال اوروبا على حساب اياكس بضربات الجزاء. ولما تخلص الحلقة دي هتحس ان يوفنتوس خد حظه كله في الماتش ده. نيجي للمهم بقى، موسم 96-97 الفريق يرحل عنه المهاجم الاساسي وكابتن الفريق جيانلوكا فيالي، ويوفنتوس يعوض رحيل فيالي بالمهاجم الشاب وقتها كريستيان فييري من اتلانتا. وكمان يوفنتوس يشتري الاسطورة زين الدين زيدان اللي كان وقتها افضل موهبة في الدوري الفرنسي. الفريق دخل الموسم وهو حامل لقب دوري الابطال وعايز يحافظ على البطوله. يوفنتوس وقع في مجموعه مع مانشستر يونايتد وفنربخشة ورابيد فيينا، وبعد الفوز في 5 ماتشات والتعادل في ماتش واحد يوفنتوس يبقى هو متصدر المجموعه. وهتلاقي ان الفريق في دور المجموعات سجل 11 هدف وما دخلش في مرمى غير هدف واحد، وده كان دليل على قوه كتيبه مارشيلو ليبي. وفي ربع النهائي القرعه وقعت الفريق مع روسنبرج النرويجي. الماتش الاول في النرويج يخلص بالتعادل 1-1، وفي الماتش الثاني في ايطاليا يوفنتوس يفوز 2-0 ويتاهل لنص النهائي. وفي نص النهائي الفريق هيلاعب اياكس الهولندي. الماتش الاول على ملعب اياكس يخلص بفوز يوفنتوس 2-1، الماتش الثاني يوفنتوس يفوز 4-1 على اياكس، ويوفنتوس يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة التانية على التوالي. النهائي بقى كان قدام بروسيا دورتموند، واللي كان فايز بالدوري الألماني الموسمين متتاليين في 95 و96. ويمكن أبرز اللعيبة في دورتموند وقتها كانوا ماتياس زامر، واللي كان المتوج بالبالندور سنة 96 وكان فاز مع ألمانيا باليورو في نفس السنة. واللاعب التاني كان المهاجم المخضرم كارل هاينز رايدل، واللي فاز مع ألمانيا بكأس العالم سنة 90. يوفنتوس كان دخل النهائي وكان غايب منه أنطونيو كونتي بسبب الإصابة، ونفس الكلام ديل بييرو، بس ديل بييرو كان على الدكه الماتش ده. الاعلام كله كان مرشح يوفنتوس يكسب اللقب للمره الثانيه على التوالي، ويقدر يفرض سيطرته على اوروبا زي ما فرض سيطرته على الدوري الايطالي، وكسبوا الموسم ده بعد منافسه شرسه مع بارما. نروح بقى للمهم وهو النهائي. يبدا النهائي وسط سيطره واستحواذ من اليوفي، وجات لكريستيان فيري فرصه خطيره جدا للتسجيل، بس للاسف ضاعت. على الناحيه الثانيه مدرب دورتموند اوتمير هاتسلفيلد لعب على نقطتين مهمين جدا. اول حاجه كانت دفاعيه، وهي تديير الخناقه على محرك الفريق الاول زين الدين زيدان. تاني حاجه هو انه يستغل ضعف يوفنتوس في الكرات الرأسيه والضربات الثابته ويهاجمهم بيها. وفعلا ده اللي يحصل في الدقيقه 29 لما تيجي لدورتموند ركنيه من ناحيه الشمال وتترفع وبعدها تتشتت من الدفاع عشان تترفع مره تانية، وكارل هاينز رايدل يفاجئ يوفنتوس ويسجل الهدف الاول لدورتموند. واليوفي بيفكر يتعادل ازاي، يجي كورنر تاني لدورتموند بنفس الطريقه، الكورنر يترفع على دماغ كارل هاينز رايدل اللي بيسجل الهدف الثاني لدورتموند وسط اندهاش مارشيلو ليبي ولاعيبه يوفنتوس. بعد الهدفين يوفنتوس ضغط بكل قوته عشان حتى يقدر يسجل هدف في الشوط الاول. زيدان بيسدد كرة بتيجي في العارضة، وقبل نهاية الشوط الأول كريستيان فيري يسجل هدف ليوفنتوس، بس بيتم إلغائه بسبب لمسة يد على فييري، وينتهي الشوط الأول بتأخر اليوفي بهدفين. مارشيلو ليبي في الشوط الثاني ما كانش عنده حاجة يخسرها، عشان كده نزل ديل بييرو على طول. وفي الدقيقة 66 ديل بييرو يأكد ثقة مدربه فيه ويسجل هدف جميل جدا جدا بالكعب، والهدف ده يحيي امال اليوفي في العوده. بس للاسف بعد 5 دقايق بس من تسجيل يوفنتوس للهدف، البديل لارس راكن ومن اول لمسه يستغل تقدم حارس اليوفي عن مرماه ويسجل الهدف الثالث لدورتموند. والهدف ده كان رصاصه الرحمه بالنسبه لليوفي، وللاسف يوفنتوس يخسر نهائي دوري الابطال لصالح دورتموند. ومن هنا تبدا لعنه خساره نهائيات دوري الابطال ليوفنتوس. ونروح للموسم اللي بعده، موسم 97-98. صفقات يوفنتوس الموسم ده ما كانتش كتير، يمكن ابرز حاجه هي بيع كريستيان فييري لاتلتيكو وتعويضه بالمهاجم فيليبو انزاجي من اتلانتا، وفي يناير الفريق اشترى ادجار ديفيز من الميلان. نروح للمهم بقى وهو دوري الابطال. اليوفي وقع في مجموعه مع اليونايتد وفاينورد وكوشيتسا الصربي. يوفنتوس في المجموعات قدم اداء مقبول، فاز في 4 ماتشات وخسر ماتشين، وقدر يتاهل كتاني المجموعه ورا مانشستر يونايتد. وفي ربع النهائي
الفريق يقابل دينامو كييف الاوكراني، واللي كان وقتها فريق كويس جدا وكان معاه المدرب الاسطوري فاليري لوبانوفسكي واندريا شيفشينكو. الماتش الاول كان على ملعب الديلي قلبي ملعب اليوفي. يبدا الماتش وسط سيطره كبيره لليوفي بس من غير اي خطوره، وفي الشوط الثاني دينامو كييف يفاجئ اليوفي ويسجل هدف في الدقيقه 57، بس بعدها بربع ساعه انزاجي يسجل التعادل لليوفي. ونادي دينامو كييف كان مقدم ماتش قوي جدا، وينتهي ماتش الذهاب بنتيجه مخيبه لليوفي وهي التعادل بهدف مقابل هدف، وفي انتظار الحسم في الماتش الثاني في اوكرانيا. وفي الماتش الثاني على ملعب دينامو كييف يوفنتوس يقدم ماتش قوي جدا ويفوز 4-1 على دينامو كييف، وانزاجي سجل هاتريك في الماتش ده، وزيدان عمل هاتريك اسيستات، ويوفنتوس يتأهل لنص نهائي دوري الابطال عشان يقابل موناكو الفرنسي، واللي كان وقتها عندهم مشروع كويس جدا، حارس فرنسا وكابتن الفريق فابيان بارتيز، وفي الهجوم اسماء شابه زي ديفيد تريزيجيه وتيري هنري. الماتش الاول كان على ملعب اليوفي. يبدا الماتش وسط ضغط كبير من يوفنتوس، وفي الدقيقه 35 ديل بييرو يسجل هدف اول ليوفنتوس من فاول جميل، وبعدها بسبع دقايق البديل كوستينا يسجل التعادل لموناكو، وقبل نهايه الشوط الاول ديل بييرو يسجل هدف ليوفنتوس من ضربه جزاء، وفي الشوط الثاني ديل بييرو يسجل هدف ثالث ليوفنتوس برضه من ضربه جزاء، وبكده ديل بييرو يكون سجل الهاتريك. وقبل نهايه الماتش بدقيقتين زيدان يسجل الهدف الرابع لليوفي، والماتش يخلص بفوز يوفنتوس 4-1. وفي الماتش التاني في فرنسا موناكو عمل ماتش كويس جدا وقدر يفوز على يوفنتوس 3-2، بس برضه يوفنتوس يقدر يتأهل النهائي بمجموع الماتشين، ويوفنتوس يكون اتأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي. يوفنتوس هيقابل مين بقى في النهائي؟ ريال مدريد، واللي عايز يرجع البطولة اللي غايبة عنه من سنة 66. يوفنتوس دخل النهائي من غير أي غيابات مؤثرة، الدفاع مكون من تروتشيلي، لوليانو، مونتيرو وبيسوتو، خط وسط قوي جدا مكون من ديدي شامب، ديليفيو وإدجار ديفيز، وزيدان بيلعب كصانع ألعاب، قدامه اتنين مهاجمين هما ديل بييرو وانزاجي. على الناحيه التانيه يوب هاينكس مدرب الريال دخل بتشكيله قويه جدا، الحارس بودو إليجنر، خط دفاع قوي جدا مكون من كريستيان بانوتشي والقائد مانولو سانشيز وفرناندو هيرو وروبرتو كارلوس، خط الوسط كاريمبو ريدوندو سيدورف وراؤول جونزاليس صانع العاب، قدامه اتنين مهاجمين هما مياتوفيتش وموريانتس. يوفنتوس بدأ الماتش بشكل كويس وكان هيسجل بعد ما تسديدة ديليفيو خبطت في روبرتو كارلوس وكانت هتخدع الحارس، وبعدها ريال مدريد يدخل في اجواء الماتش ومياتوفيتش يسدد تسديده قويه، زيدان بعدها يسدد تسديده كانت قريبه جدا من انها تخش الجون، وبعدها بيروتزي حارس اليوفي يصد صاروخ من فرناندو هيرو. اخطر فرصه في الشوط الاول كانت من نصيب ريال مدريد، راؤول يضيع كوره على حدود الستة ياردة، وينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين. يبدا الشوط الثاني وانزاجي كان هيسجل اليوفي بس حارس الريال يتصدى، وفي الدقيقه 67 وبتسديده من روبرتو كارلوس تخبط في مدافع يوفنتوس، مياتوفيتش مهاجم ريال مدريد يستغلها ويرقص الحارس ويسجل الهدف الاول لريال مدريد. وبعدها يوفنتوس حاول بكل الطرق عشان يتعادل، بس ريال مدريد كان عامل ماتش دفاعي قوي جدا بعد تسجيل الهدف، ورسميا ريال مدريد يفوز بدوري الابطال بعد غياب 32 سنه، وللاسف يوفنتوس يخسر النهائي للمره الثانيه على التوالي. خساره النهائي ده اثر بشكل كبير على اداء الفريق في المواسم اللي بعد كده، يعني في الموسم اللي بعده 98 99 الفريق خد المركز السادس في الدوري، وبالتالي مش هيتأهل دوري الابطال الموسم اللي بعده. وبعد الموسم ده مارشيلو ليبي مشي من اليوفي وراح الانتر، وفي موسم 99 2000 الفريق كان في المركز الثاني في الدوري، وفي موسم 2000 2001 الفريق خرج من دور المجموعات في دوري الابطال، وفي صيف 2001 الفريق عمل ميركاتو قوي جدا سواء في الشراء او في البيع. يوفنتوس بعد ده لريال مدريد ب 77.5 مليون يورو، ودي كانت اكبر صفقه في تاريخ كره القدم وقتها، وباعوا انزاجي للميلان ب 36 مليون، ويوفنتوس اشترى بوفون من بارما مقابل 53 مليون، وبافل نيدفيد من لاتسيو ب 45 مليون، وليليان تورام ومارسيلو سالاس. وقبلها بموسم يوفنتوس اشترى تريزيجيه من موناكو، وكمان مارشيلو ليبي رجع ليوفنتوس مره تانية. ونروح بقى لموسم 2002 2003 يوفنتوس فاز بالدوري الموسم ده بفرق 7 نقط عن الانتر التاني. نيجي بقى للمهم هو دوري الابطال، الفريق وقع في مجموعه مع فاينورد والنيوكاسل ودينامو كييف. يوفنتوس فاز في 4 ماتشات وتعادل في ماتش وخسر في ماتش، وكان هو متصدر المجموعه. وفي دور المجموعات الثاني الفريق وقع مع اليونايتد وبازل وديربوتيفو لاكورونيا، واليوفي يقدر يتأهل كمركز ثاني في المجموعه دي. وفي ربع النهائي الفريق هيلاعب برشلونه، واللي كان عندهم لعيبه قويه جدا، فرانك ديبور، لويس هنريكي، تشافي وسافيولا وكلويفرت وريكيلمي وبويول واوفر مارس.
الماتش الاول كان في ايطاليا، واليوفي ما يحتاجش غير 15 دقيقه بس عشان يسجل الهدف الاول عن طريق مونتيرو. وفي الشوط الثاني اليوفي ما يقدرش يترجم الفرص لاهداف، وعشان اللي بيضيع يستقبل، سافيولا يخطف هدف التعادل لبرشلونه في الدقيقه 78 وينتهي الماتش على كده، ودي تكون نتيجه في صالح برشلونه وفي انتظار العوده على الكامب نو. الماتش الثاني في اسبانيا كان وسط 95 الف متفرج من مشجعين برشلونه، وكان في تكافؤ كبير، ويوفنتوس طبعا اللي كان بيضغط، لان لو الماتش استمر بالتعادل السلبي برشلونه هو اللي يتاهل. الشوط الاول يخلص 0-0، وبعد بدايه الشوط الثاني ب8 دقائق نجم اليوفي بافل نيدفيد يسجل هدف بعد مجهود فردي كويس، ويوفنتوس يتقدم بهدف على برشلونه. بس بعد 13 دقيقه تشافي يسجل هدف التعادل لبرشلونه، وفي الدقيقه 79 ادجار ديفيز ياخد الانذار الثاني ويطرد، ويوفنتوس هيكمل الماتش ب10 لعيبه بس. الماتش يخلص بالتعادل ونروح للاشواط الاضافيه، وفي الدقيقه 114 من الوقت الاضافي وبهجمه مرتده ليوفنتوس البديل مارسيلو زالايتا يسجل هدف الفوز لليوفي، ويوفنتوس يتاهل لنص نهائي دوري الابطال من قلب الكامب نو. في نص النهائي يوفنتوس هيقابل ريال مدريد حامل اللقب والمدجج بالنجوم وقتها زيدان ورونالدو الظاهره ولويس فيجو. الماتش الاول كان على سانتياغو برنابيو، يبدا الماتش ورونالدو نازاريو يسجل هدف لريال مدريد في الدقيقه 23، وبعدها يوفنتوس يفضل ضاغط عشان يسجل التعادل، وفعلا ديفيد تريزيجيه يتعادل ليوفنتوس قبل الشوط الاول ما يخلص. وفي الشوط الثاني وفي الدقيقه 73 روبرتو كارلوس يسجل الثاني لريال مدريد بعد تسديده قويه، وينتهي الماتش الاول بفوز الريال 2-1 وفي انتظار الحسم في ايطاليا. يبدا الماتش تاني في الدقيقه قلبي ويوفنتوس يضغط من اول دقيقه عشان يسجل، وفعلا تريزيجيه ما يحتاجش غير 12 دقيقه بس عشان يسجل الهدف الاول لليوفي. وقبل نهايه الشوط الاول بدقيقتين ديل بييرو يسجل هدف جميل بعد ما تلاعب بمدافعين الريال، وينتهي الشوط الاول بتقدم اليوفي بهدفين. وفي الشوط الثاني الريال ينزل ضاغط بكل قوته عشان يسجل، وفعلا ريال مدريد يتحصل على ضربه جزاء، فيجو يسدد بس بوفون يتصدى لضربه الجزاء ويحافظ على تقدم اليوفي بهدفين. وبعدها ب5 دقائق بافل نيدفيد يسجل هدف ثالث لليوفي بعد صناعه جميله من زامبروتا. ورغم تسجيل زين الدين زيدان هدف لريال مدريد قبل نهايه الماتش الا ان يوفنتوس اتاهل للنهائي. الحاجة اللي كانت وحشة بالنسبة لليوفي هو ان بافل نيدفيد خد انذار ومش هيلعب ماتش النهائي، ونيدفيد وقتها كان محرك الفريق وكان مساهم ب 28 هدف طول الموسم. النهائي بقى كان قدام الميلان بقيادة كارلو انشيلوتي، ونجوم الفريق شيفشينكو وبيرلو ونيستا ومالديني. النهائي كان على ملعب الاولد ترافورد. يوفنتوس دخل من غير نجم الفريق نيدفيد وغير خطة اللعب ولعب بطريقة 4-4-2، بوفون في الحراسة، الدفاع تورام وتودور وفيريرا ومونتيرو، الوسط فيه ادجار ديفيز واليسيو تاكيناردي كامورانيزي، وزامبروتا اللي لعب الماتش ده كوينج مش باك، وفي الهجوم ديل بييرو وتريزيجيه. على الناحيه الثانيه الميلان دخل بخطه 4-3-1-2، ديدا في الحراسه، الدفاع كوستا كورتا ونيستا ومالديني وكالاتزي، خط الوسط جاتوزو وبيرلو وسيدورف، وروي كوستا بيلعب كصانع العاب، وقدامه 2 مهاجمين شيفشينكو وانزاجي. يبدا الماتش وفي الدقيقه الثامنه شيفشينكو يسجل هدف ويتلغي بدايه التسلل، وبعدها بوفون بتصدي تاريخي يمنع انزاجي من تسجيل الهدف الاول للميلان. الفرقتين كانوا بيدافعوا بشكل كويس، وقبل نهايه الشوط الاول مدافع اليوفي ايجور تيدور يتصاب وينزل بداله اليساندرو برانديلي، وفي بدايه الشوط الثاني مارشيلو ليبي يدفع بانطونيو كونتي بدل كامورانيزي، وفي اول لمسه لكونتي رأسيته تيجي في العارضه ويوفنتوس يتحرم من الهدف الاول. الشوط الثاني ما كانش فيه اي فرص كبيره للتسجيل، يمكن بس كره لفليبو انزاجي، وينتهي الوقت الاصلي بالتعادل ونروح للوقت الاضافي. وبعد شوطين اضافيين ما غيروش في نتيجه الماتش نروح لضربات الجزاء. اول واحد دخل من اليوفي كان تريزيجيه، وللاسف ديدا يتصدى للضربه وتضيع اول ضربه لليوفي. اول ضربه للميلان سيرجينيو يسجلها ويمنح التقدم للميلان. الضربه الثانيه لليوفي برانديلي يسجلها بنجاح. الضربه الثانيه للميلان بوفون يقدر يتصدى لتسديده سيدورف ويرجع التعادل مره ثانيه. الضربه الثالثه لليوفي للاسف ديدا يتصدى لتسديده البديل مارسيلو زالايتا. الضربه الثالثه للميلان بوفون يتصدى لكره كالاتزي ويرجع التعادل مره ثانيه. في الضربه الرابعه لليوفي ديدا يتصدى لكره مونتيرو، وفي الضربه الرابعه للميلان نيستا يسجلها بنجاح. اخر ضربه لليوفي ديل بيريو يسجلها، واخر ضربه للميلان واللي لو اتسجلت الميلان يفوز بالبطوله شيفشينكو يسجلها وميلان يفوز بدوري الابطال. وللاسف يوفنتوس يخسر نهائي دوري الابطال مره تانية. يمكن النسخه دي كانت افضل نسخه لليوفي تستحق تفوز بدوري الابطال، بس زي ما يوفنتوس عودنا انه دايما بيخسر النهائي بتفاصيل صغيره جدا.
بعدها الفريق دخل في مشاكل كتير. مارشيلو ليبي مشي بعد موسم، وفي 2006 جت فضيحه الكالتشيوبولي واللي ادت لهبوط اليوفي ورحيل معظم نجومه، والفريق فضل ما ياخدش الدوري لحد موسم 2011 2012. انطونيو كونتي يدرب الفريق ويقدر يفوز مع اليوفي ب3 دوريات متتاليه، بس على الرغم من السيطره المحليه مع كونتي الا ان الفريق ما قدمش اي نجاح اوروبي يذكر، لحد بقى ما نيجي لموسم 2014 2015. كونتي يرحل عن تدريب الفريق ويجي ماسيميليانو أليجري، واللي الفريق معاه فضل مستمر على النجاح المحلي، وهتلاقي انه فاز بالدوري بفرق 17 نقطه كاملين عن روما في المركز الثاني، وكمان كان هو اقوى خط دفاع. أليجري كان عامل تشكيله قويه جدا، الحارس بوفون، دفاع اسطوري مكون من بارزالي وبونوتشي وكيليني وباتريس إيفرا، خط وسط من احسن خطوط الوسط في اوروبا، اندريا بيلو، بول بوجبا، ارتورو فيدال وكلاوديو ماركيزيو، واللي كنت شايف ان هو اكتر واحد مظلوم في خط الوسط ده، وقدام كارلوس تيفيز واللي كان احسن لاعب في الدوري الايطالي الموسم ده، وكان هو هداف اليوفي في كل المسابقات بعد ما سجل 29 هدف، واخر لاعب هو الفارو موراتا المهاجم الشاب وقتها. في دوري الابطال الموسم ده الفريق وقع في مجموعه مع اتلتيكو مدريد، اولمبياكوس ومالمو السويدي، وبعد الفوز في 3 ماتشات والخساره في 2 وتعادل في ماتش واحد الفريق اتأهل لدور ال16 كتاني المجموعه. وفي دور ال16 القرعه وقعت يوفنتوس قدام بروسيا دورتموند بقياده يورجن كلوب، ومع لعيبه ممتازه زي ماتس هوملز، ماركو رويس، جاندوجان واوباميانج. اول ماتش كان على ملعب اليوفي، كارلوس تيفيز ما يحتاجش غير 13 دقيقة بس ويسجل الهدف الأول لليوفي، وبعدها ب5 دقايق ماركو رويس يستغل انزلاق كليني ويسجل التعادل لبروسيا، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين موراتا يسجل هدف تاني لليوفي بصناعة بول بوجبا. وفي الشوط التاني مفيش أي حاجة تتغير وينتهي اللقاء بفوز اليوفي 2-1، وفي انتظار العودة في ألمانيا. يبدأ الماتش على ملعب السيجنالي دونا بارك، وكارلوس تيفيز بتسديدة صاروخية يقطع شبكة بروسيا ويعلن تقدم اليوفي بهدف أول، وبروسيا ضغط بكل قوته عشان يسجل التعادل، بس الدفاع وبوفون كانوا متألقين. وفي الشوط الثاني موراتا يسجل الهدف الثاني لليوفي بصناعة تيفيز، وبعدها ب10 دقايق تيفيز يسجل مرة تانية ويأكد انه نجم الماتش، ويوفنتوس يفوز على بروسيا 3-0 ويتأهل لربع النهائي. في ربع النهائي الفريق هيقابل موناكو الفرنسي، واللي كان عندهم مشروع كويس بلاعيبه شباب زي مارسيال وكاراسكو وبرناردو سيلفا، وخبرات زي بيرباتوف وريكاردو كارفاليو. يبدأ الماتش الأول على ملعب اليوفي، وحراس المرمى كانوا متألقين جدا وخاصة بوفون. في الشوط الثاني ارتورو فيدالي يسجل الهدف الأول لليوفي من علامة الجزاء، وينتهي الماتش بفوز يوفنتوس بهدف مقابل لا شيء. الماتش الثاني في فرنسا أليجري دخل بتشكيل دفاعي، الهدف منه المحافظة على النتيجة، وفعلا ده اللي حصل بعد تألق بوفون ومدافعين اليوفي، والماتش يخلص 0-0 ويوفنتوس يتأهل لنص النهائي عشان يقابلوا حامل اللقب ريال مدريد. الماتش الأول في إيطاليا ريال مدريد دخل وهو غايب عنه لوكا مودريتش وكريم بنزيما، واليوفي دخل الماتش وهو مكتمل الصفوف. يبدأ الماتش بعد 8 دقايق بس موراتا يسجل الهدف الأول لليوفي، وبعدها كريستيانو ما يحتاجش وقت طويل عشان يسجل التعادل لريال مدريد، والشوط الاول يخلص بالتعادل 1-1. وفي الشوط الثاني الحكم يحسب ضربة جزاء ليوفنتوس بعد عرقلة كارفاخال لتيفيز، وكارلوس تيفيز يسجلها بنجاح ويتقدم اليوفي 2-1، وبخبرة يوفنتوس الدفاعية يخلص الماتش بالنتيجة دي، وفي انتظار الحسم في اسبانيا. يبدأ الماتش تاني في البرنابيو، وكيليني يعمل فاول في منطقة الجزاء مع خيمس رودريجيز، والحكم يحسب ضربة جزاء للريال، وكريستيانو يقدر يسجلها بنجاح عشان يتقدم ريال مدريد 1-0، وبعدها بنزيما كان هيسجل بس بوفون يتصدى. يبدأ الشوط الثاني وموراتا يقدر يسجل هدف جميل لليوفي والنتيجة تبقى تعادل 1-1، وبعدها إيكار كاسياس يتصدى لأكتر من كورة ويحرم يوفنتوس من هدف تاني، وبعدها ينتهي الماتش بالتعادل ويوفنتوس يتأهل للنهائي اللي هيلاعب فيه برشلونة، اللي كان وقتها فريق مرعب بقيادة لويس إنريكي وبالهجوم الكاسح MSN. ويوفنتوس للأسف هيتحرم من خدمات أحسن مدافع عنده وهو جورجيو كيليني بسبب الإصابة. اليوفي دخل النهائي بتشكيلته المعتادة، وعلى الناحية التانية برشلونة دخلت بتشكيلة قوية جدا، تير شتيجن في الحراسة، داني ألفيش وماسكيرانو وبيكي وجوردي ألبا في الدفاع، بوسكيتس وإنيستا وراكيتيتش، وثلاثي الهجوم المرعب ميسي ونيمار وسواريز. يبدأ النهائي وبرشلونة ما يحتاجش غير 4 دقايق بس عشان يسجل الهدف الأول عن طريق راكيتيتش بعد هفوة دفاعية من لاعبي يوفنتوس، وبعدها لاعيبة اليوفي حاولوا بأكتر من كورة بس ما كانتش محاولات خطيرة، وبوفون صد كورة خطيرة جدا من داني ألفيش، وبعدها سواريز يسدد بجوار القائم، وينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا 1-0. يبدأ الشوط الثاني وفي الدقيقة 55 الفارو موراتا يسجل هدف التعادل لليوفي، والماتش يرجع لنقطة الصفر مرة تانية، بس للأسف بعد 13 دقيقة بس من هدف اليوفي سواريز يسجل الهدف الثاني لبرشلونة، بعدها ماركيزيو يسدد
وتير شتيجن يتصدى. وفي عز ما يوفنتوس بيهجم بكل قوته عشان يسجل التعادل، برشلونة بهجمة مرتدة منظمة يسجل الهدف الثالث عن طريق نيمار عشان يقتل بيه الماتش. وللاسف يوفنتوس يخسر نهائي دوري الابطال مرة تانية، وتحس ان البطولة دي مش حابة اليوفي. ونروح لموسم 2016 2017. أليجري يفضل مستمر في تدريب الفريق، بس اللي اتغير هم اللعيبة اللي كانوا موجودين من اخر النهائي هم بوفون، وخط الدفاع كليني وبونوتشي وبارزالي. الباك اليمين بقى داني الفيش، والباك الشمال بقى اليكس ساندرو. الوسط سامي خضيره وبيانيتش. باولو ديبالا بيلعب كصانع العاب، وقدامه 2 مهاجمين هيجوايين ومانزوكيتش. وكالعاده الموسم ده يوفنتوس كان مسيطر على ايطاليا وفاز بالدوري والكاس. نروح بقى للمهم وهو دوري الابطال. يوفنتوس وقع في مجموعه مع اشبيليا وليون ودينامو زاجرب، والفريق اتاهل كاول مجموعه بعد ما فاز 4 ماتشات وتعادل في ماتشين. وفي دور ال 16 القرعه وقعت اليوفي مع بورتو. الماتش الاول في البرتغال يخلص بفوز اليوفي 2-0، ولولا ايكر كاسياس اللي صد اكتر من كوره كانت النتيجه هتبقى اكبر من كده بكتير. الماتش التاني يخلص بفوز اليوفي بهدف لباولو ديبالا، ويتاهل يوفنتوس لربع النهائي عشان يقابل برشلونه، واللي كانت تقريبا بنفس التشكيله اللي غلبت اليوفي في النهائي من سنتين. يبدا الماتش الاول في ايطاليا، وديبالا ما يحتاجش غير 7 دقايق بس ويسجل هدف جميل لليوفي، وبعدها بوفون يصد هدف محقق من انيستا. وفي الدقيقه 22 ديبالا يسجل هدف تاني لليوفي ويعلن نفسه نجم اللقاء. وبعد بدايه الشوط الثاني ب 10 دقائق جورجيو كيليني يسجل الهدف الثالث لليوفي برأسيه، وينتهي الماتش بفوز يوفنتوس 3-0 وفي انتظار الحسم في اسبانيا. الماتش الثاني في الكامب نو اليوفي يقدم ماتش دفاعي قوي جدا وينتهي بالتعادل السلبي، ويتأهل يوفنتوس لنص النهائي. واللي هيلعبوا اليوفي في نص النهائي هو موناكو الفرنسي، واللي كان فاز بالدوري الفرنسي الموسم ده وعنده جيل تاريخي بقياده فالكاو وكيليان امبابي، وكانوا مخرجين السيتي من ربع النهائي. يبدأ الماتش الاول في فرنسا، وفي الدقيقه 29 هيجوايين يسجل الهدف الاول لليوفي بعد صناعه جميله بالكعب من داني الفيش. وفي الشوط الثاني وبعد عرضيه متقنه من داني الفيش هيجوايين يسجل الهدف الثاني لليوفي عشان يوفنتوس يفوز 2-0 على موناكو في فرنسا. يبدأ الماتش الثاني في ايطاليا، وفي الدقيقه 33 مانزوكيتش يسجل الهدف الاول لليوفي، وقبل نهايه الشوط الاول بدقيقه داني الفيش يسجل الهدف الثاني لليوفي بتسديده قويه، ومبابي سجل هدف لموناكو في الشوط الثاني عشان الماتش يخلص بنتيجه 2-1 لليوفي، ويوفنتوس يتأهل للنهائي اللي هيقابل فيه حامل اللقب ريال مدريد. يوفنتوس كان داخل النهائي وهو احسن خط دفاع في البطوله بعد ما دخل في مرماهم 3 اهداف بس، وكمان ما خسرش اي ماتش في البطوله. على الناحيه الثانيه ريال مدريد كان مقدم موسم قوي جدا مع زيدان وفاز بالدوري الاسباني. وفي النهائي الفرقتين دخلوا من غير اي غيابات، يوفنتوس بتشكيلته المعتاده والريال دخل بتشكيله قويه جدا. كيلور نافاس في الحراسه، كارفاخال وفارانو وراموس ومارسيلو في الدفاع، الوسط كازيميرو وكروس ومودريتش واسكو، وقدام بنزيما وكريستيانو. يبدا النهائي على ملعب كارديف والكل مستني يشوف ماتش تاريخي. هيجوايين يختبر نافاس في اول 5 دقايق بتسديده صاروخيه، بس نافاس يتصدى، وبعدها بيانيتش يسدد تسديده قويه نافاس يصدها بصعوبه. ريال مدريد بقى في اول هجمه منظمه يقدر يسجل هدف عن طريق كريستيانو بعد ما قدر يخدع دفاع اليوفي. وقتها يوفنتوس كان حاضر ذهنيا وواقف على رجله، وبعد هدف كريستيانو ب7 دقايق ماريو مانزوكيتش يسجل هدف التعادل بعد ما سجل هدف خرافي وواحد من اجمل الاهداف اللي اتسجلت في نهائيات الابطال. والشوط الاول يخلص بنتيجه التعادل 1-1. الشوط الثاني يبدا وتحس كده ان لاعيبه يوفنتوس مش بنفس تركيز الشوط الاول، وريال مدريد هو اللي كان مستحوذ وهو كان الطرف الاحسن. وفعلا في الدقيقه 61 كازيميرو ياكد هيمنه الريال ويسجل هدف بعد تسديده صاروخيه، وبعد هدف كازيميرو ب3 دقائق بس كريستيانو يسجل الهدف الثالث للريال بعد صناعه من لوكا مودريتش. وتحس ان اليوفي خلاص انهار ذهنيا وبدنيا، والماتش يفضل مستمر على كده، وكمان اسينسيو يسجل هدف رابع للريال، والماتش يخلص بفوز الريال 4-1 عشان يفوز بدوري الابطال. ومره تانية واخيره يوفنتوس يخسر نهائي دوري الابطال بعد كارثه الخساره الكبيره في النهائي. الصحافه الايطاليه قالت ان سبب الانهيار الذهني لليوفي بين الشوطين هي ان في خناقات حصلت في اوضه اللبس بين اكتر من لاعب، واتقال ان بونوتشي وداني الفيش اتخانقوا خناقه كبيره. لعيبه يوفنتوس طلعت كدبت كل الكلام ده، بس حتى لو الكلام ده حصل عمرهم ما كانوا يقولوا انه حصل. للاسف خساره يوفنتوس للنهائيات حرمت لعيبه كبار جدا من انها تفوز بدوري الابطال، وحرفيا البطوله دي اللي كانت ناقصاهم. عندك مثلا بوفون اللي لعب 3 نهائيات وخسرهم، ولاعيبه زي نيدفيد وتريزيجيه ولاعيبه تانية كتير. ولو جيت تدور عشان تلاقي سبب معين لخساره النهائيات دي هتلاقي ان كل مره يوفنتوس كان بيخسر بسيناريو مختلف. الطبيعي ان عادي ممكن تخسر نهائي بس برضه هتكسب نهائي بعده. يعني مثلا الميلان فاز بالبطوله 2003 وخسرها 2005 ورجع يفاز بيها 2007. الليفر مثلا خسرها 2018 وكسبها 2019، وفي امثله تانية كتير. لكن انك تخسر 5 نهائيات على التوالي فده اللي شيء صعب جدا. وفي النهايه لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس، وقول لي تحب اتكلم عن مين الحلقه الجايه.